منذ الأزل يحاول أعداء الإنسانية النيل من سوريا، فمنهم من يأتيها غازيا ومنهم من يتلطى بغيره ويدير أصابعه للعبث فيها، وفي كلتا الحالتين الجيش العربي السوري جاهز لذلك. من شرف أرضى به علا معركة ميسلون إلى نضال تزيده أيامنا صخبة. اختلف العدو لكن المقاوم واحد. منذ أن وضع العدو نجس أقدامه على طهر أرضنا انتدبوا حماة لها، فنبت أسيافهم في ساحات وعلت راياتهم في أخريات، فبعضهم يشهد على انتصارات وبعضهم يخلد فيها. بيض صنائع الجيش العربي السوري تشهد على عمق تجذره في أديم وطنه. حمل راية الكفاح ومضى مستبشرا نصرا، يدافع عن العروبة ويمنع عن أبناء وطنه جور المعتدين، فكان الناصر لفلسطين يوم أبرز الكيان الصهيوني أنيابه، والحاقن لدماء الإخوة اللبنانيين وجابر عثرات جيرانه، والمنتصر المعيد للأراضي المحتلة يوم أن استنزفت الكرامة العربية. ضرب الإرهاب أطنابه في سوريا، فهب الجيش العربي السوري مؤمنا بعقيدة لم يعرف لها مثيل، رد كيد المعتدين إلى نحورهم ورص صفوفه وبنيانه لمواجهة أعتى حرب لن يستطيع أي جيش في العالم أن يتحمل أياما معدودات فيها. والعراق المتكئ على خاصرة سوريا الشرقية أحدث دليل. يخوض الجيش العربي السوري وجوده وهو يدرك أن مصير المنطقة متوقف على انتصاراته التي يحققها تباعا في أرض الميدان، ويقف رجاله حاملين أرواحهم في أسلحتهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تغطي